ألمت بشأن. وهذه الأخطاء عندما معروف حجم العراق وإمكانيات العراق، هالسنين المواصلة اللي أوصلت شعبنا من الفقر والضعف إلى هذا الحد، وكذلك تصرفات بعض بعض أجهزتنا الرسمية تصرفات غير صحيحة مع مواطنين العراقيين. وضعنا الدولي الآن صار صعب. مواطن العراقي الآن في دول كثيرة بالعالم يعامل معاملة صعبة جدا، بأن الشعب العراقي الآن أصبح منفصل كليا عن النظام. كل هذا اللي يحصل في الشعب من الجوع والإيذاء والإعدامات، وماكو هناك متنفس لمواطن عراقي، لا بالحرية ولا بالكلام ولا بالرأي، وهو يعتقد ومصر ويصرح، والخطابات شديدة القوة وكلماتها مختارة، أنه